الدار اللي كيكون فيها السحر كتكون فيها الحشرات بزاف بحال النمل وسراق الزيت الصرصور والوازغ وحتى الفيران. كتدخل اخويا للدار كتجيك الغمه وكتحس بالضيق في الصدر ديالك. منين كتفيقي في الصباح وانت تغسلي وتصبني وتقادي ومنين تسالي وتجلسي كتلقاي راسك بحال الا ما درتي والو. هذيك الدار ديالك فيها السحر. انت اللي طلع لك هذا الفيديو حياتك مخربقه وما عارفش مالك، غنعطيك معلومه بحكم التجربه الشخصيه تقدر تبدل لك الحياه ديالك بالاذن ديال الله. سمعني وركز معايا مزيان. شتي الا كان عندك هذا الشيء اللي غادي نقول لك في الدار ديالك، خاصك تعرف باللي عندك السحر اما مرشوش او لا مكتوب مخبع في شي بلاصه في الدار وانت ما عارفش. وفي نفس الوقت بحكم التجربه الشخصيه غنوريك كيفاش تلقى السحر الا كان في الدار، وتبع معايا مزيان باش تفهمني. اول حاجه، الدار اللي كيكون فيها السحر كتكون فيها الحشرات بزاف بحال النمل وسراق الزيت الصرصور والوازغ وحتى الفيران. الدار اللي فيها السحر مرشوش او لا مكتوب ولا مدفون ومخبع، البولات ديما خاسرين، تبدلهم اليوم يومين من بعد كيوليو كيتحرقوا بوحديتهم. الدار اللي فيها السحر الروبيني ديال الماء ديما خاسر، واحد الروبيني ديال الحمام ديما كيقطر فيه الماء، كتصوب روبيني جديد شويه يرجع يخسر في البلاصه. المعلم كيقول لك هذا فويت، منين ولا فين كاين الله اعلم. انت اخويا ولا انت اختي ديما عندك المشاكل مع راجلك مع ولادك وعلى ابسط الاشياء. الراجل في الخدمه ولا القهوه مزيان وانت في دارك هكاك، غير كيدخل كتجي العين في العين كيوقع النقاش بيناتكم وكتوليو مضاربين. الدار ديالك اختي ما كتبغيش تجمع ليك. منين كتفيقي في الصباح وانت تغسلي وتصبني وتقادي ومنين تسالي وتجلسي كتلقاي راسك بحال الا ما درتي والو، باقيه الدار مرونه والفراش ما مقادش. هذيك الدار ديالك فيها السحر. كتدخل اخويا للدار كتجيك الغمه وكتحس بالضيق في الصدر ديالك. منين كتخرج من الدار كتكون عادي، كتحس بالراحه. في هذه الحاله اخويا ولا اختي كنصيحه مني ليكم غنولي نقول لك بحكم التجربه، جيبي اولا جيب الماء ورقيه بنفسك ساهله. تبع معاي، كنجيبوا الماء وكنديروه في واحد الرشاش بحال ديال الحلاق وكتقرا عليه آية الكرسي والفاتحة والمعوذات وكتزيد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 7 ديال المرات. ورش عندك في الدار ولا انت كترش في الدار والقناة ديال الدار كتقرا في نفسك آية الكرسي. في حالة ما حسيتي بشي دوخة على غفلة او لا غمه جاتك على صدرك او لا شي نغزه في قلبك او لا شي حراره طلعت لك مع رجليك، المهم شي حاجه على غفله، عرف ان ديك البلاصه اللي وصلتي ليها راه عندك فيها شي حاجه اما كتبه مخبيه تما او لا شي حاجه مرشوشه. حاول تقلب مزيان، الا كانوا شي حوايج وما لقيتيش الكتبه حاول تغسل ديك البلاصه مزيان بالماء المرقي، يقدر يكون شي سحر مرشوش على الحوايج او الحيط. وهذا الشيء راه شفناه وسمعناه وقع لبزاف ديال الناس. ما بقيتي كتعرف الحبيب من العدو. اما بالنسبه للباب ديال العتبه ديال الدار او الا كان عندك شي محل نفس الطريقه، جيب الماء مرقي وغسل ديك البلاصه او ديك الباب ديال العتبه بواحد الجفاف يكون جديد. الله عز وجل كيقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الماء ديال القرآن بالاذن ديال الله غادي يفك كل شيء. وما تنساوش سورة البقرة في الدار تلقاها كل 3 ايام. والله يشافي والله يعافي الجميع. اي سؤال اي استفسار مرحبا. حطيت لكم هذا الفيديو حيت من قبل عطيتكم الرقيه ديال العين والحسد والسحر. بزاف ديال الناس قالوا لي حنا عندنا هاد الشي وراثي شي حاجه من هذا القبيل. يقدر شي حد من الدار توفى وكان داير شي حجاب اولا شي كتبه عطاها له شي فقي مشى عنده اولا شي حاجه من هذا القبيل، شي مشعوذ ماشي فقي حيت الفقي ما كيعطيش الكتبه وانما شي مشعوذ ولا ساحر وقبطها ودارها بنيه خالصه، ولكن هو راه ما عارفش باللي راه ضر راسو وضر الناس. تقدر تكون شي حاجه مخبيه. قلب مزيان ولا كانوا هاد الاعراض وتبع هاد الشيء اللي قلت لك وراه غادي يكون هي الخير. السلام عليكم.